تخيل انك عندك الاف الملفات على جهازك بتحاول توصل لملف معين لكن مش فاكر غير اسمه. تفتكر هل هتقعد تفتح ملف ملف وتقعد تدور عليه؟ اكيد لا. عشان كده النهارده هنتعلم اقوى امرين للبحث في ملفات كالي لينكس، وهما الامر فايند والامر لوكيت. يلا بينا نفتح التيرمينال. دلوقتي لما نيجي نعمل الاس هنلاقي عندنا الثلاث ملفات دول. تمام. طيب دلوقتي هنفترض ان احنا نسينا مكان الملف نوت دوت تكست ده وعايزين ندور عليه. هنعمل ايه؟ اول امر معانا النهارده هو الامر فايند. هنكتب فايند داش نيم ونكتب اسم الملف اللي احنا عايزين ندور عليه. طيب يعني ايه بقى الامر ده؟ تعال نفهمه كده واحده واحده. اول حاجه وهي كلمه فايند، وده امر البحث اللي بيؤمر نظام التشغيل انه يدور على الحاجه اللي احنا هنقول له عليها. تاني حاجه شرطه نيم، ودي معناها ابحث باسم الملف عشان بعديها تكتب اسم الملف وهو نوتس دوت تكست. بعد كده ندوس انتر، فلو الملف موجود هيقول لك ان هو موجود في المسار ده. طيب لو رجعنا كده خطوه لورا وكتبنا الامر تاني هيقول لك ان في ملفين، في ملف موجود في المجلد اللي اسمه لاب، وفي ملف برضو اسمه نوتس دوت تكست موجود في الملف اللي اسمه ريبورت. عشان احنا لو عملنا ال اس كده عندنا دلوقتي مجلد اسمه لاب، تمام، ده اللي احنا كنا فيه، ومجلد تاني اسمه ريبورت. هو جاب لك اي ملف اسمه نوتس دوت تكست. طيب لو انت دلوقتي عايز تبحث عن كل الملفات اللي امتدادها اخره تكست، ساعتها هتكتب امر فايند دوت داش نيم وتعمل دبل كوتيشن وتكتب نجمه، تمام، وتكتب دوت تكست عشان ده الامتداد اللي انت عايز تدور عليه وتدوس انتر. دلوقتي جاب لك اي ملف في الجهاز او في النظام، تمام، اخره تكست. طيب حلو جدا. الامر ده بيكون مفيد جدا لما بيكون عندك عدد ملفات كتير. دلوقتي لو عندك جهاز فيه ملايين الملفات، الامر فايند هيبحث لك في الهارد لحظه بلحظه. لكن في امر تاني بيكون سريع جدا وهو الامر لوكيت. طيب ازاي نستخدم الامر ده؟ هتكتب الامر لوكيت وتبحث عن اسم الملف اللي انت عايز تدور عليه، وليكن مثلا نوتس دوت تكست، تمام، وتدوس انتر. زي ما انت شايف كده جاب لك كل الملفات اللي اسمها نوتس دوت تكست او كلمه حتى نوتس دوت تكست حتى لو موجوده من ضمن اسم الملف. طيب حلو جدا. الامر لوكيت هيجيب لك كل الملفات اللي فيها اسم نوتس دوت تكست للجهاز كله في خلال جزء من الثانيه. طب ليه الامر ده بيكون سريع؟ لانه بيعتمد على قاعده بيانات جاهزه فيها اماكن الملفات، مش بيفتش في الهارد كل مره زي الامر فايند. طيب لو انت بحثت بامر لوكيت وما لقيتوش موجود، احيانا لو انت عملت ملف جديد وبحثت عنه بالامر لوكيت مش هتلاقيه. ليه؟ لان قاعده البيانات بتكون لسه ما اتحدثتش، فساعتها تعمل الامر سودو ابديت دي بي، وبعد ما الامر يخلص تبدا تبحث تاني على الملف اللي انت بتدور عليه، وان شاء الله هتلاقي الملف ظهر. طيب امتى تستخدم الامر فايند وامتى تستخدم الامر لوكيت؟ لو الملف لسه معمول من شويه او حديث استخدم الامر فايند لانه هيبحث لك بشكل مباشر في الملفات. طيب انما لو انت عايز البحث يكون سريع جدا والملف بتاعك انت متاكد ان هو موجود من بدري وموجود من ضمن قاعده البيانات، فانصحك ان انت تستخدم الامر لوكيت عشان هيجيبه لك بسرعه جدا. وكده النهارده انت اتعلمت ازاي تدور على اي ملف على جهازك في ثواني من غير ما تضيع وقتك في البحث في كل ملف، ودي مهاره هتوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا وانت شغال على كالي لينكس. ولو انت هدفك انك تتعلم لينكس والامن السيبراني بشكل عام من الصفر وبخطه واضحه وتطبيق عملي، فانا حاليا بجهز برنامج تدريبي مباشر للمبتدئين. فلو انت عايز تكون من اوائل الناس اللي تعرف ميعاد فتح التسجيل اكتب لي دلوقتي في الكومنتات مهتم. انا محمد عمر، سلام.